Amin Allah, jiwa karunya wasin dulu. بيبدأ فيلمنا النهارده بساحر بيمارس طقوس السحر الأسود، وفي نفس الوقت كان في بنت اسمها إيرما موجودة مع أختها هولان مستنيين إنهم يقابلوا الساحر ده، وبعد كده بتدخل عليهم المساعدة بتاعته وبتديهم إشارب علشان يغطوا بيه شعرهم قبل ما يدخلوا للساحر. وبتدخل إيرما وأختها للساحر، وبمجرد ما قعدوا قدامه قال لهم ادعوا، وفضل يقول كلام مش مفهوم وهم بيدعوا. بيطلب من الجن إنه يساعد البشر الضعفاء المخلوقين من طين، وبيسألها عن اسمها وسبب مروحها ليه. قالت له ان اسمها إيرما، وهي بتسأل عن راجل اذا كان بامكانها تتجوزه ولا لا، وقالت ان هو ابن عمتها واسمه جلنج، واديته صورة ليه وهي عايزة تعرف اذا كانت هتتجوزه ولا لا. فبيعمل الساحر تعويذة في النار والمية اللي قدامه، وفجأة الجن بيحضر في جسم اختها هولان اللي شكلها وصوتها اتغيروا، وكانت في شكل مرعب جدا. بتبص لإيرما وبتقول لها انها لو اتجوزت جلنج نهايتها هتبقى على ايديه. بيقول لها الساحر انها تبعد عن جلنك وانه هيكون سبب وفاتها. وبعد 12 سنة بتلاقي جلنك في بيته مع مراته نيسا وبنتهم صوفيا، وبيكونوا بيحتفلوا بعيد ميلاد صوفيا وكان عازم كل العيلة. وكانت إيرما واختها وامها موجودين في الحفلة، واحتفلت إيرما معاهم بعيد ميلاد صوفيا، ودخلوا يطمنوا على ام نيسا وكانت مريضة جدا ما بتقدرش تتحرك من مكانها. واستغلت إيرما فرصة انشغال الكل في عيد الميلاد ودخلت على جلنك البلكونة. وبنعرف هنا ان إيرما وجلنك كانوا في علاقة مع بعض من فترة، وقالت له انها حامل في الشهر الرابع. فتعصب عليها جلنك لانها خبت عليه خبر حملها، وكانت بتطلب منه انه يتجوزها. وكان جلنك على وشك انه يضرب إيرما لولا ان بنته صوفيا دخلت عليهم، وبتقول له انها حاسة ان إيرما موجودة معاه، وقال لها ان مفيش حد معاه. وبنعرف هنا ان صوفيا مش بتشوف، وخرجوا وسابوا إيرما لوحدها. وفي نفس اليوم بالليل حاولت إيرما تتصل بجلنك اكتر من مرة لكنه ما كانش بيرد عليها. وتاني يوم راحت إيرما لجلنك في الشغل وبتطلب منه انه يتحمل المسؤولية ويعترف بابنه ويتجوزها، لكنه كان بيرفض، وطلب منها انها تتخلص من الجنين اللي في بطنها. فاتخانقت معاه ومسكت السكينة وبتهدده انها تقتله لو ما اتجوزهاش. وساعتها زق جلنك إيرما وبتقع على الارض لكنها نزفت دم كتير، فخدها جلنك وراح بيها على المستشفى بسرعة. بنعرف هنا ان إيرما فقدت الطفل اللي كانت حامل فيه، ودخل عليها جلنك وقالت له وبديها فلوس علشان تبدأ حياة جديدة وتنساه وتبعد عنه وعن عيلته، فسابها ومشي. فعيطت إيرما وبترمي الفلوس في الأرض. وبعدها بيكون جلنك في طريقه للبيت وقابل شيخ المسجد اللي اداه هدية عيد ميلاد لصوفيا، وبيطلب منه انه يدخل يصلي في المسجد، وبيقول له ان الحزن والهموم سببها الابتعاد عن ربنا. فشكروا جلنك على النصيحة ووعدوا انه هيبدأ يصلي. وبالليل وجلنك نايم في اوضته فجأة بيصحى على صوت بنته صوفيا واقفة قدامه بمظهر مخيف، وكانت ماسكة عيون حقيقية في ايديها وبتطلب منه انه يجيب لها عيون زيها في عيد ميلادها اللي جاي. لكن يصحى جلنك من النوم وكان مرعوب جدا لانه كان بيحلم بكابوس، ونزل من على السرير ودخل اوضة صوفيا يطمن عليها اللي بيلاقيها نايمة في سريرها. وقعد يفتكر لما كانت نيسا مراته حامل في صوفيا وانها تعبت جدا وكان لازم تروح للدكتور، لكنه رفض لانها كانت لسه حامل في 6 شهور ونص ولسه بدري على الولادة. وان بعدها باسبوع تعبت نيسا تاني وولدت بنتها صوفيا في المستشفى. بنعرف هنا ان صوفيا اتولدت كفيفة مش بتشوف، والدكتور قال له كان لازم تجيب نيسا اول ما تعبت، وان التأخير ده هو السبب في ان صوفيا تتولد كفيفة وانها تعيش كده طول حياتها. وتاني يوم كان جلنك في المسجد بيحضر الصلاة، وكان الإمام بيتكلم عن آية سجين في القرآن، وإن سجين هو عقاب ربنا للسحرة. وبعد ما خلص الصلاة خرج لقى إيرما بتتصل بيه وزعق لها في التليفون وقال لها تبعد عن حياته وعيلته وما تتصلش بيه تاني. فعيطت إيرما جامد وقررت إنها لازم تنتقم. وفي مشهد تاني كانت صوفيا تعبانة وبتشتكي من بطنها اللي وجعاها، وندهت على أمها نيسا علشان تشوفها لكنها ما كانتش عارفة سبب الوجع إيه. ونروح تاني لإيرما
اللي راحت للساحر مرة تانية وبتديله كل الفلوس والذهب اللي معاها، وطلبت منه انها تبقى الزوجة الوحيدة في حياة جالانك. وقال لها الساحر انه هيستعين بالجن، وان في قبيلة مسيحية من الجن بتكره المسلمين قوي، وانه هيخلي واحد منهم يلبس زوجته نيسا ويقتلها ويقتل 5 من افراد عيلتها اللي من دمها، وكل ده خلال 5 ايام بس. وبعدها جالانكا هيكون لوحده وتقدر تتجوزه، لكنه بيطلب منها انها تجيب له صورة لنيسا واي حاجة من شعرها او دمها. فوافقت إيرما على كده. وتاني يوم راحت إيرما تزور نيسا في البيت، وطلبت منها تدخل الحمام. وفي الحمام لقت المشط بتاع نيسا وخدت منه خصلة من الشعر، وبتلاقي في سلة الزبالة منديل عليه دم نيسا. فخدتهم إيرما وحطتهم في منديل وحطتهم في شنطتها. وبكده بتكون إيرما جابت كل اللي طلبه الساحر علشان يبتدي مهمته. لكن وهي خارجة من البيت قابلها جالانك واتخانق معاها لأنه طلب منها انها تبعد عنه وعن عيلته. ففكرته إيرما انهم قرايب وان زيارتها لبيته دي حاجة طبيعية، ولو حصل حاجة غير كده العيلة كلها هتاخد بالها وهيبتدي يشكوا فيها. وراحت إيرما للساحر بتديله كل اللي جمعته. فقال لها الساحر ان الدم اقوى من الشعر، فمسك المنديل اللي فيه الدم وبيحطه في المية، وحط صورة نيسا في دم الجاموس اللي ذبحها من شوية، وقطع صورة نيسا بالموس لشرايح وحطها على عظمة ساق راجل ميت، وحط عليها شعر نيسا ودمها ولف عليهم أمعاء الجاموسة، وبدأ يردد التعويذة. وفجأة المكان كله بدأ يتهز كأنه زلزال شديد، لحد ما الساحر بيكسر العظمة وكل حاجة رجعت لطبيعتها. وبعدها أدى كل حاجة للمساعدة بتاعته وقال لها حطيهم أكل للكلب. وقال لإيرما إن التعويذة بدأت منذ اللحظة دي، وفي خلال 5 أيام من دلوقتي كل اللي بتتمنيه هيتحقق. وفي مشهد تاني كانت نيسا بتصلي في بيتها، وبعد ما خلصت الصلاة فجأة ينزل عليها من السقف رأس جاموسة مذبوحة. فصرخت نيسا بصوت عالي، ونزل عليها كمان أمعاء الجاموسة وهي بتصرخ بقى على صوتها. وبيصحى جالانكي من النوم على الصوت وبيجري عليها بسرعة يشوف في إيه، لكن فجأة كل حاجة اختفت من قدام نيسا، راس الجاموسة والأمعاء والدم كل حاجة اختفت. وحكت لجالانكي اللي حصل لكنه ما صدقهاش وبيرجع يكمل نومه. وتاني يوم كانت نيسا في أوضة صوفيا، وفجأة بتسمع صوت جاي من تحت السرير. فبصت تحت السرير فلقت الدمية بتاعت بنتها صوفيا، فمسكتها وبدأ مفعول السحر يشتغل. بدأت نيسا بقص شعر الدمية وتاكله، وكمان قصت شعرها هي كمان وبتحطه ببقها وبتاكله، لكنها بتفوق من الحالة اللي هي فيها وبترجع كل اللي اكلته من بطنها. لما رجع جالانكي من الشغل بالليل كانت نيسا عايزة تقول له على اللي حصل، لكنها خافت ما يصدقهاش زي المرة اللي فاتت، وممكن يقول عليها اتجننت. في الوقت دوت كانت إيرما نايمة على سريرها، وكانت حاسة بحاجة غريبة، وفجأة بتلاقي أختها ولان جنبها على السرير وشكلها مخيف جدا. فترعبت إيرما وخرجت من الأوضة بسرعة، لكنها بتلاقي أختها ولان واقفة قدامها سليمة وما حصلهاش حاجة. وفي اليوم اللي بعده كانت نيسا بتغسل إيده ووش أمها على السرير في أوضتها، وفجأة بتتحول نيسا وبتحط الفوط على بقها وبتكتب نفسها، وكانت خلاص على وشك إنها تقتلها، لكنها فاقت في آخر لحظة وكانت مرعوبة جدا ومش عارفة هي عملت كده ليه وإزاي، واستغفرت لربنا واعتذرت لوالدتها. وبعدها خرجت ودخلت الحمام، وحصل إن باب أوضة والدتها اتفتح لوحده، وبتخرج والدتها من أوضتها وبتمسك حلة الأكل من على النار ودلقتها على نفسها، وبتموت محروقة في ساعتها. فامتلك الرعب من نيسا وفضلت تعيط وتصرخ. وفي مشهد تاني اتجمعت العيلة علشان تشيع الجنازة ويقوموا بعملية الدفن، وفجأة نيسا تقف قدامهم بشكل مرعب، وكان في جن لابسها وبتمسك الجثة وبترميها على الأرض. وجري عليها جالانكا هو وواحد من اللي كانوا موجودين معاه وكتفوها، وقرب منها الشيخ واتكلم مع الجن وبيأمره انه يخرج من جسم نيسا، لكن الجن رفض وبيقول انه ما بيسمعش كلام حد غير سيده. فقرأ عليه الشيخ آيات من القرآن الكريم لحد ما خرج الجن من جسم نيسا، وبتقع نيسا على الأرض وبتهدى ورجعت لطبيعتها. وكان الكل مصدوم من اللي حصل لنيسا ما عدا إيرما اللي كانت متغاظة ان نيسا رجعت لطبيعتها تاني. بعدها الشيخ قال لجالانك ان نيسا بتواجه سحر اسود، وده معناه انها وكل اللي في البيت في خطر. وكان جالانك مرعوب مش عارف يعمل ايه، لكن الشيخ طمنه انه هيلاقي حل للسحر ده في اقرب وقت. فلما كان جالانك نايم بالليل صحي على صوت جاي من البدروم، ونزل علشان يشوف فيه ايه، وفجأة بيلاقي مجموعة من الستات متجمعين حوالين جثة شخص. وفجأة بيقع جالانك من على السلم وبيلاقي نفسه في الكفن وجسمه كله متكتف، والستات حواليه بيرددوا كلام غريب ومش مفهوم. فحاول يطلب المساعدة لكنه مكانش قادر يتكلم زي ما يكون اتصاب بشلل. وفجأة بيسمع صوت بنته صوفيا، وهنا فاق جالانكي من النوم وبيلاقي نفسه نايم على الأرض وبنته صوفيا جنبه، وكانت قلقانة جدا عليه. فبيطمنها جالانكي وبيقول لها إن مفيش حاجة وإن هو كويس. وبعدها بيوم راح جالانكي للشيخ يحكي له على اللي حصل، فبيطلب منه إن هو وأهل بيته يحافظوا على الصلاة وقراءة القرآن الكريم.
واداله ازازه فيها ميه ويقول انه قرأ عليها ايات قرآنيه معينه، وطلب منها انه يغسل وش مراته بالميه دي كل يوم. وفي نفس الوقت كانت نيسا في البيت وسمعت صوت جاي من الحمام، وفتحت باب الحمام لقت امها واقفه في الحمام وشكلها مرعب جدا، وفجأة بتهجم على نيسا ومسكتها، وصرخت نيسا بصوت عالي. في اللحظه ديت بيكون جالانك راجع على البيت وسمع صوت نيسا بتصرخ، فجري بسرعه ودخل البيت، فبيلاقي نيسا في حاله غريبه، وكان الجن لابس نيسا. فمسكها جالانكي وهداها، وبيحاول يمسح وشها بالميه اللي اداها له الشيخ، وبيصرخ الجن لما بيشوف الميه في ايد جالانك، وبيخرج الجن من جسمها ورجعت نيسا لطبيعتها. ونروح بقى لبيت إرما اللي كانت أمها لوحدها في البيت وواقفة في المطبخ، وفجأة الجن بيلبسها وشكلها اتحول وبقى غريب ومرعب، وبتفضل تكسر كل الكوبايات والأطباق اللي في المطبخ. وبعدها بدأت تاكل الأطباق المكسورة والإزاز المكسور لحد ما بدأت رقبتها تتقطع ونزف الدم وبتقع على الأرض وبتموت. وبعدها بترجع إرما وأختها من بره ودخلوا البيت وبيستغربوا من اللي شافوه، ودخلوا على المطبخ واتصدموا علشان لقوا أمهم ماتت بالطريقة دي. وتاني يوم إرما اعترفت لولان إنها سبب كل حالات الموت اللي حصلت ديت، وقالت لها إنها راحت للساحر وإنها طلبت منه يعمل سحر يخلصها من نيسا مرات جالانك ومن كل قرايبها اللي من دمها. ولكن أمهم مش من قرايب نيسا، وده معناه إن السحر اتقلب عليهم. فبدأت ولان تعيط وانهارت من عياط، وطلبت من إرما إنها تشوف حل وتوقف اللي بيحصل ده. في نفس الوقت كانت نيسا قاعدة مع بنتها صوفيا في البيت، وكانت نيسا حزينة من اللي بيحصل، وفجأة بتجري وبتطلع على ترابيزة اللي كانت تحت النجفة، وبتربط الإشارب في النجفة وحوالين رقبتها علشان تنتحر وتموت وتخلص من اللي هي فيه. ودخل جالانك البيت ولقى نيسا في الوضع ده، فجري بسرعة وأنقذها وفك رقبتها من الإشارب وأنقذها من الموت. وبالليل وفي بيت إرما اللي لقت الجن لابس أختها ولان، فجريت منها ودخلت أوضة وحاولت ولان تخش لها لكنها معرفتش، وكانت ولان عايزة تموت إرما لحد ما ولان كسرت إزاز الأوضة ودخلت، فهربت إرما للجنينة وكلمتها أولان على لسان الجن وقال لها إن أولان هتموت دلوقتي. واتفاجئت إرما بطلوع أولان على الشجرة ورمت نفسها على الأرض وبتموت، فعيطت إرما جامد وحست بالندم على كل اللي عملته، فراحت تجري على بيت الساحر علشان تطلب منه إنه يوقف السحر ده، لكنها لقت البيت فاضي والسحر مش موجود. في الوقت ده كان الشيخ في القاعة اللي بجانب المسجد ومعاه مجموعة من المساعدين علشان يعملوا جلسة ويطردوا الجن من جسم نيسا. وقعدت نيسا قدام الشيخ، واول ما بتشوف الميه اللي هو قاري عليها القران الجن اللي لابسها بيخاف وبيحاول يهجم على الشيخ، فبسرعه كتفوا نيسا على الكرسي. ونروح لبيت الساحر وبنشوف ان إرما لبسها الجن هي كمان، وبتفضل تخبط راسها في الارض. نرجع لنيسا وكان الشيخ بيقرا عليها ايات من القران الكريم، وهي كانت في حاله صراخ وشكلها بشع ومخيف. وطارت نيسا بالكرسي في الجو وهي في حاله ضحك شيطاني مخيف، وكان الجن بيكلم جالانك وقال له انت هتموت زي ما مات طفل إرما اللي قتلته وعيلتك كلها. وقعد يضحك الجن بطريقه هستيريه، وطلب الشيخ من المساعد بتاعه ان يجيب له معداته، فجاب له عصايه خشب. فجه الشيخ يضرب نيسا منعه جالانك وقال له الشيخ ان اللي قدامنا دلوقتي الجن مش نيسا، وضربها الشيخ ووقعت نيسا ووقع الكل على الارض. ونرجع لإرما اللي حصل لها تشنجات في جسمها وبدأ عظمها كله يتكسر وماتت بشكل بشع، وكان الساحر واقف شايف كل اللي بيحصل لإرما. وجن نيسا هجم على جالانك وخنقه وكان عايز يموته، بس الشيخ بدأ يفوق ويمسك العصاية بتاعته وبدأ يقرأ آيات قرآنية عليها وضرب بيها نيسا اللي وقعت جنب جالانك، وبيحاول جالانك يفوقها، بس الشيخ قال له إن هي لو ملبوسة فعلا العصاية مش هتضرها في حاجة. لكن فجأة تظهر صوفيا وتدخل عليهم وهي بشكل مرعب، وقال الشيخ ان الجن استحوذ على صوفيا وهي اللي بتسيطر على كل حاجه، وان هي السبب في كل الوفيات اللي حصلت في عيلتك. وقعد جالانك يعيط. ونرجع لورا شويه وبنشوف ان صوفيا لما كانت بطنها وجعاها كانت بدات الدوره الشهريه ليها، وان ده كان اول يوم، وان نيسا خلتها تستخدم الفوط الصحيه ورمت واحده منهم في باسكت الزباله اللي لقيته بعد كده إرما وخدته معاها. فهي كده خدت دم صوفيا مش نيسا، وان دم صوفيا هو اللي اتعمل عليه السحر، وان هي السبب في وفاة ام نيسا محروقة وقتل عمته، وانها السبب في قتل ولان، وانها كانت موجودة في بيت الساحر وهي اللي قتلت إرما. بنرجع لجالانك اللي بيطلب من صوفيا انها تسامحه، لكن صوفيا رفعت جالانك من على الارض وكان مخنوق، وكان شايفه الشيخ وبسرعة قرأ آيات قرآنية على سبحة كانت في ايديه ورماها بقوة وبسرعة على صوفيا، وفجأة وقع جالانك على الارض وصرخت صوفيا جامد ووقعت على الارض هي كمان. وفي اخر الفيلم بنعرف انهم لقوا العيلة في حالة مرعبة في القاعة اللي جنب المسجد، والزوج كان ميت ورقبته مكسورة، وزوجته وبنته كانوا فاقدين الوعي، ولقوا كمان جثة إرما واختها ولان في مكانين مختلفين، والزوجة كانت في حالة حرجة وانه تم انقاذها وهي دلوقتي عندها حالات طبية غير مبررة، والابنة اتعافت بالكامل لكن ما بقاش عندها اقارب على قيد الحياة لرعايتها.
وبنرجع نشوف نيسا تاني في المستشفى، وكانت بتصرخ وكانت بنتها صوفيا معاها، وكان شكلها مخيف ومرعب. وبيخلص الفيلم على كده. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، وتعملوا سبسكرايب لقناة ماجيك موفيز، وتدوسوا على الجرس، وتقولوا لي رأيكم في الفيلم وايه اللي انتوا عايزين تشوفوه الفترة اللي جاية. ولحد ما نتقابل الملخص اللي جاي، بقول لكم سلام.